مرحبا، كيفكم يا جماعة الخير؟ يا رب دائما تكونوا بخير. اليوم يا جماعة جيت لكم بقصة جدا جدا رهيبة، خلينا نشوف شو هي. بمدينة جورج تاون الموجودة بتكساس، بهي المدينة في عائلة. العائلة هاي طبعا مكونة من أب وأم وبنت وولد. الأب اسمه جاردن ويلكت، وهو دكتور بروفيسور بعلم الأحياء، متزوج من وحدة اسمها إليزابيث. عندهم بنتهم الأولى اسمها ليبي. إجت بنهاية الأربعينات، بعد كم سنة إجاهن ابنهم جيمس ببداية الخمسينات. الولدين كانوا أذكياء، يعني سواء ليبي ولا جيمس كان مبين عليهم إنهم أذكياء من هن وأطفال. فحتى لما فاتوا على المدرسة صاروا بالصف الأول والثاني والثالث هيك، فكان مبين على الأم والأب إنه الاثنين هدول كتير أذكياء. بس الولد اللي هو جيمس كان أذكى بكتير من أخته، فطلع معدل ذكائه تقريبا 136 درجة. ومثل ما بتعرفوا يا جماعة الخير، يعني هي درجة تعتبر درجة جدا حلوة، يعني يعتبر هذا الشخص من الأذكياء، لأنه المعدل الطبيعي للذكاء الطبيعي بتراوح من 85 ل 110. فإذا الواحد طلع معدل ذكائه 130 وأكثر من 130 درجة، فمعناته هذا الشخص مو بس ذكي إلا قريب من العبقرية. ومثل ما بتعرفوا، إذا الشخص طلع معدل ذكائه أقل من 85، فهذا ممكن يكون ذكائه منخفض. بعد ما خلص جيمس دراسته الثانوية، انتقل على إلينوي لحتى يدرس جامعة. فلما فات ودرس جامعة درس علم نفس، فكان كتير حابب هذا التخصص، أخذ الماجستير وأخذ الدكتوراه وصار جدا ممتاز بهذا المجال. فلما خلص دراسته ودرس الدكتوراه بروفيسور، هلأ صار من كتر كمان الجوائز اللي كان آخذها، هذا غير البحوثات اللي كان يعملها، ففورا الجامعة الموجودة بإلينوي وافقوا إنهم يشغلوه عندهم بالجامعة. هي الجامعة اسمها جامعة ميلكين. جيمس كان جدا مبسوط بهاي المرحلة اللي هو عايشها. شوي شوي بلش يدور على شريكة حياته، تزوج وصار في عنده عائلة. ظلت الأمور ماشية تمام التمام مع جيمس هيك لسنة 2013. بهذا الوقت كان في صحفي، هذا الصحفي دائما بدور على الجرائم القديمة يلي صارت، الجرائم الجديدة، بدور على الجرائم الغير محلولة. فهو عم بدور ويشوف، حتى عم بدور على الجرائم المحلولة، فاكتشف جريمة. هي الجريمة صارت ب 1967. فالصحفي لما شاف هي الجريمة اجى الفضول لحتى يبحث عن القاتل، لحد ما اكتشف هذا الصحفي بأنه القاتل هاد هو هلأ موجود بالجامعة وعم بدرس الطلاب علم نفس بالجامعة، واللي هو جيمس. طبعا الصحفي هذا أول ما عرف بهي المعلومات اتجه للجامعة وراح لمجلس الجامعة علشان يقلهم على هذا الخبر، إنه أنتوا كيف بتشغلوا دكتور عندكم بالجامعة بدون ما تعرفوا عن ماضيه؟ شلون هذا القاتل هلأ عم بدرس هدول الطلاب؟ مجلس الجامعة طبعا من بعد ما عرفوا هي المعلومات وشافوا الوثائق وتأكدوا بأنه هو فعلا عمل هي الجريمة، نادوله طبعا لجيمس علشان يطلبوا منه بأنه يستقيل بالحسنى، إنه يا جيمس أنت استقيل أحسن ما إحنا نطردك من الجامعة. ما بصير، يعني أنت إنسان مثقف وواصل لمرحلة بالدراسة جدا مهمة وعاخد جوائز كتيرة، فلازم أنت تقدم استقالتك من نفسك أحسن ما إحنا نطردك، لأنه مو حلوة بحقك. طبعا جيمس مثله مثل أي واحد، يعني بده يضل محافظ على مكانته بالمجتمع، محافظ على شغله، بحب شغله ومهنته، لو ما بيحبه ما كان وصل لهالمرحلة. فكان كتير متضايق من هذا الكلام. قالهم يا جماعة الخير، الجريمة صارت من زمان وأنا طلعت غير مذنب بهي الجريمة، فليش بدكن ياني استقيل؟ قالوا له ما بينفع نشغل عنا دكتور بالجامعة وهو قاتل، ومو حيلا قاتل إلا قاتل أهله. غيرت اسمك، انتقلت من الولاية اللي انت ساكن فيها كمان وإجيت لهون لعنا واشتغلت عنا بالجامعة وكل شيء كان طبيعي، وهلأ عم تفوت على حصص الطلاب، على المحاضرات، وعم تعطيهم دروس،
وانت قاتل أهلك؟ جيمس كان رافض بأنه يقدم استقالته أو حتى يترك الجامعة، كان يعني مستغرب من هذا الكلام. قال لهم هاي الجريمة أنا صحيح سويتها بس أنا كنت صغير، كان عمري 15 سنة، وأنا ما تم الحكم علي بأي شيء، لأنه بنظر القاضي أنه أنا طلعت غير مذنب. فأنا من بعد هاي الجريمة ما تم محاكمتي، لأنه خلص طلعت أنا غير مذنب. نقلوني على مستشفى الأمراض العقلية، كان في عندي مشكلة، وبعدين أنا طلعت من المستشفى وصرت دكتور وعم درس بالجامعة. يعني حتى وأنا عم بقول لكم هذا الكلام، يعني لكم أن تتخيلوا إنه أنتم بتروحوا على الجامعة عم تحضروا المحاضرات، فجأة تعرفوا إنه هذا الشخص اللي قدامكم الدكتور كان قاتل. لهيك يا جماعة الخير أنا حبيت جدا هاي القصة، لأنه يعني في أفكار وفي يعني كيف بدي لكم آراء مختلفة رح تيجي من خلال هاي القصة. أنا عن نفسي ما عرفت إذا أنا متصالحة مع هالقصة ولا لا، يعني عم بتخيل حالي إنه أنا أفوت عم باخد درس بشي مكان وأعرف اللي قدامي هو قاتل وقاتل أهله كمان. فشو الإحساس اللي رح يجيني؟ هل هو إحساس حلو ولا إحساس بشع؟ يمكن أخاف أفوت على الكلاس يعني بمجرد ما أعرف بأنه هذا الشخص قاتل. فالمهم جيمس رافض أنه يقدم استقالته، ومجلس الجامعة كمان مو حابين الشيء اللي عم بيصير، يعني إحنا كيف بدنا نخلي هيك مجرم عنا بالجامعة؟ فقرروا إنهم يدرسوا ملفه، يشوفوا هو شو ساوى من بعد ما طلع من مستشفى الأمراض العقلية، ومن بعد ما خلصت هاي القصة، أو من بعد يعني ما عمل جريمته. فاكتشفوا إنه الرجال صار منيح من بعد الجريمة، من بعد ما طلع من مستشفى الأمراض العقلية. الرجال كمل دراسته وبعدين فات على الجامعة، بعدين أخذ البكالوريوس، الماجستير، بعدين الدكتوراه، صار بروفيسور. فكله كان تمام، عم بياخد كمان جوائز، عم بيعمل بحوثات بعلم النفس. فهذا الشخص كتير مهم، فأنتوا كيف بدكم تستغنوا عنه؟ فالمهم بالنهاية مجلس الجامعة قرروا إنه أنت طيب خلص خليك بالجامعة درس، وفعلا ضلوا يدرس بالجامعة لسنة 2022، لأنه بهذا الوقت خلص إجا وقت تقاعده. طيب هلأ خليني لكم شو الجريمة اللي هو سواها بسنة 1967 تحديدا ب4 أغسطس سنة 67. بهذا الوقت كان هو وأخته ليبي طالعين مع رفقاتهم لحتى يسهروا مع بعض. كان عمره لجيمس 15 سنة. أخته ليبي كانت أكبر منه بكم سنة. المهم من بعد ما خلصوا سهرتهم مع رفقاتهم رجعوا على البيت. رجعت فورا ليبي، فاتت على غرفتها علشان تنام. بهذا الوقت إما كمان فاتت على الغرفة لحتى تنام، فما ضل حدا بالبيت فايق إلا جيمس وأبوه. أبوه كان قاعد بالصالة، الولد كان بغرفته اللي هو جيمس، وكان عم بيجهز حاله مو لحتى ينام، عم بيجهز حاله لحتى يعمل الجريمة اللي هو مخطط لها من أسبوع. كان شاري جيمس بندقية لأنه خلص هو مجهز حاله بده يعمل هاي الجريمة اليوم، يعني بده يعملها اليوم. فطلع هاي البندقية. قبل ما يطلع جيمس من غرفته مسك علبة الصمغ، فتحها وبلش يشمها. ومثل ما بتعرفوا تعتبر مادة الصمغ هي عبارة عن مادة طائرة فيها مواد طبعا جدا خطيرة ما بيصير الواحد يشمها، تعتبر من المواد كمان المخدرة. والواحد إذا ضلوا عم بشم الصمغ طبعا لفترة طويلة هذا الموضوع ممكن يأثر على دماغه، يأثر كمان على كبده، في إلى أضرار جدا رهيبة. الشخص اللي بشم الصمغ هاد تيجي حالة رهيبة وكأنه شارب، حتى إنه بيصير يتخيل أشياء مو موجودة على الواقع يعني بهاي اللحظة اللي هو واقف فيها، فبيصير كأنه شربان. من بعد ما شم الصمغ لكم دقيقة سكر العلبة وحطها على طرف وطلع من الغرفة. لما طلع من الغرفة راح على الصالة ووجه البندقية على أبوه. طبعا أبوه بهذا الوقت ما كان شايفه، وأطلق على أبوه رصاصتين كانوا بصدره. الأب فورا مات. من بعد جيمس فورا راح على غرفة أخته ليبي، أطلق عليها كمان رصاصتين، واحدة بصدرها وواحدة براسها. فطبعا بهذا الوقت كان في صوت لإطلاق ناري بالبيت. فمين اللي فعل هذا الصوت؟ إليزابيث اللي هي آخر واحدة كانت بالبيت عايشة. فلما فاقت وطلعت من الغرفة وشافت ابنها هو يلي عم بيطلق النار على أبوه وعلى أخته، فورا حول البندقية عليها وأطلق عليها كمان 3 رصاصات، في منهم بصدرها وفي منهم براسها.
من بعد ما عمل هالجريمة حط البندقية تبعته بغرفته، طبعا هو خباها وطلع من البيت هربان. وهو ماشي شاف طلاب، قالهم أنا خايف كتير لأنه فتت على البيت لقيت أهلي ميتين، فأنا ما بعرف مين اللي قتلهم ومين اللي تخلص منهم. الواضح إنه في قاتل تخلص منهم لأنه في طلقات نارية كمان موجودة على الأرض. فهدول الطلاب ما كانوا فهمانين على جيمس شو عم بيحكي، فإجاهم الفضول لحتى يروحوا معه لحتى كمان يساعدوه، فراحوا مع جيمس على بيته. فلما فاتوا الطلاب كانوا مرتعبين من الشكل اللي شافوه. الأم كانت عم تنزف بس لساتها عايشة، بينما ليبي والأب كانوا خلص ميتين. طبعا جيمس بهذا الوقت كان خايف، يعني تضل أمه عايشة، وإذا ضلت عايشة بكرة راح تقول إنه هذا القاتل، وهو ممثل هلأ قدام الطلاب بإنه ما بيعرف مين اللي فات على البيت وأطلق النار على أهله. فالطلاب ارتعبوا من المشهد اللي شافوه، فورا طلعوا من البيت، وطبعا جيمس طلع معاهم وفورا طلبوا الإسعاف والشرطة. للأسف لما وصلت سيارة الإسعاف الأم كانت عم تتنفس بس بصعوبة، لما شالوها وحطوها بالسيارة هون فورا ماتت. الشرطة استجوبوه أول شي لجيمس. طبعا أول ما راحوا على البيت جيمس كان منهار عم بيبكي، قالهن أنا ما بعرف، فتت على البيت لقيتهن ميتين بهي الطريقة، مقتولين بشكل رهيب، الدم بكل مكان، ما بعرف مين القاتل، أنا ما قدرت أفوت على غرفتي من هوال المنظر، يعني شلون بدي أفوت لجوا؟ فطلعت لقيت هدول الطلاب، خبرتهم إجوا معاي. فكان الولد منهار حتى أنه في بعض الأسئلة ما رد عليها. أخذوا على قسم التحقيق لحتى يحققوا معاه، شوفوا إذا مثلا طيب أهله عندهم أعداء، أبوه مثلا كونه هو الوحيد اللي بيشتغل بالبيت، بركي في عنده أعداء بالجامعة اللي هو بدرس فيها. قالهن أنا ما بعرف، كل اللي بعرفه إني فت على البيت ولقيتهم مقتولين بهي الطريقة. طبعا الشرطة شافوا البندقية اللي كانت موجودة بغرفته وعرفوا إنه هو القاتل، وشوي شوي قالهم شو يلي صار. هلأ مشهورة هاي القضية يا جماعة الخير بأنه جيمس تخلص من أمه وأخته لأنه ما كان يحب طريقة أمه لما بتاكل، يعني لما بتاكل بتطلع أصوات من تمها ما بتسكر تمها، فهو كان دائما ينزعج لما ياكل معاها سواء فطور أو غدا أو عشاء، بتضل عم تاكل وتمها مفتوح، فهو لما يسمع هذا الصوت بحس إنه بده يقوم يضربها. حتى لو بدها تاكل بسكوت تاكل أي شيء خلص، يعني كان يتضايق من طريقة أمه بالأكل. أما بالنسبة لأخته كان يتضايق منها بطريقة حكيها واللهجة اللي هي بتحكيها، يعني مثل ما احنا بنقول لهجتها دج، يعني بتقول الكلام بصريح العبارة بدون أي هيك مجاملات أو بدون تلطيف للجو، يعني تحكي كلام لطيف، لا عادي هي بتحكي اللي بقلبها وفورا، حتى لو كان هذا الكلام جارح. حتى أنه صوت أخته يعني كان عالي على كلامه، فهو كان دائما يعني يعصب بس يحكي معاها، يعصب بس يسألها على شغلة، لأنه بتطلع له روحه لحتى تعطيه الجواب الشافي والكافي. أما بالنسبة للأب صراحة ما عرفت هو ليش قتله، بس اتضح كله بالنهاية يا جماعة الخير، مو لأنه أمه بتمضغ بطريقة يعني جدا سيئة، أو لأنه أخته بتحكي بطريقة كمان سيئة وطريقة أبدا مو حلوة، اتضح بالنهاية إنه هذا الشخص مجنون. هلأ في متلازمة اسمها متلازمة ميسوفينيا، هي المتلازمة بتصير للناس اللي بيكرهوا أصوات المضغ، يعني أنتم ممكن تكرهوا هذا الصوت، حدا يأكل جنبكم يمضغ، أحيانا مثلا بتلاقوا في واحد مسكر تمه بس مثلا عم يأكل مكسرات، وبتعرف المكسرات بتطلع صوت ففي ناس بيحسوا إنه خلص لازم يعني نطلع من هالغرفة على بين ما يخلص هذا الشخص من أكل المكسرات، فما بيقدروا هدول الأشخاص المصابين بهاي المتلازمة إنهم يمسكوا حالهم، يعني بيحاولوا دائما إنهم يبعدوا عن هذا الشخص. حتى إنه في ناس مثلا بيتضايقوا من صوت النفس، تخيلوا إنه مثلا إذا حدا مثلا نايم على إجريهن سواء طفل أو ولد أو أي شيء وسمعوا صوت نفسه بحسوا إنه هذا الصوت جدا مستفز، فبيبعدوا عن هذا الشخص عشان بس يرتاحوا من الصوت. كمان في ناس بيتضايقوا من صوت الهمس، أنا يا جماعة الخير من هدول الناس اللي ما بحب إنه حدا يهمس لي أو يحكي معي بصوت جدا واطي، بحس إنه أنا فورا بدي أعصب إنه ليش عم تحكي معي بصوت عالي، احكي معي بصوت واضح علشان أعرف أنت شو بدك. فهي المتلازمة كانت بجيمس، يعني هو كان مصاب بهي المتلازمة. كمان لا تنسوا إنه هو شم الصمغ طبعا المتطاير
صغير اللي بيطلع طبعا مواد كيميائية بالهواء، فشم هذا الصمغ ومصاب بهالمتلازمة وطلع مع هالبندقية. فلكم أن تتخيلوا شو ممكن يصير معه. طبعا ما معروف شو سبب هاي المتلازمة، بس بيقولوا انه ممكن يكون السبب وراثي. وكمان بحالته لجيمس اتضح بانه كمان هو بيعاني من جنون العظمة، يعني انه هو شغلة كبيرة، وخصوصا مثل ما قلت لكم انه هو ذكي وذكاء طلع اذكى، يعني طلع ذكاء اكثر من اخته، فالواضح انه هو كان شايف حاله بهذا الموضوع، فكان ما بده اي حدا يعمل شيء بيزعجه. ومع هالمادة اللي هو شمها كمان بالمتلازمة اللي هي صايرة معاه، فخلص كل الامور خلطت معاه بجسمه وضربت الأمور ببعضها هيك لحد ما ساوى هالجريمة. وعلى ما يبدو كمان في أسرار تانية، بس القصة انشهرت بأنه هو قتل أمه وإخته بس لأنه أمه بتمضغ بطريقة جدا سيئة، وإخته لأنه بتحكي بطريقة جدا سيئة، لأنه هذا السبب كمان هو قاله للشرطة. بس السبب هذا بتحسوه كمان مو مقنع. طيب أنت ليش قتلت أبوك؟ أبوك هلا بيمضغ كمان بطريقة سيئة ولا بيعمل هالحركات؟ قال لا، إنه ما بدي أترك شاهد وراي. فهذا الكلام طبعا بتحسوه يعني كلام مخبى وراه كتير أسرار ما حدا بيعرفها. حتى إنه اتضح بسنة 66 كان عم بيحاول إنه ينهي حياته، بس ما زبطت معاه هاي العملية، فقرر إنه خلاص طيب السنة الجاي اللي هي 67 اخلص من هالعائلة لحتى أنا ارتاح، يعني يا أنا بموت يا هن يموتوا. طبعا حبسوه، بلشت محاكمته، والطبيب حتى إنه الطبيب النفسي قال إنه هذا الشخص أبدا مو صاحي، مصاب بفصام البارانويد. وهذا الفصام المتعارف عليه والمشهور، يعني الشخص المصاب بهذا الفصام هذا اللي بيصير معه انه بيخلط الامور ببعض، ما بيعرف اذا هو هلا عايش بالواقع ولا بالخيال. لما بلشت محاكمته كان عمره خلص 16 سنة. بالنهاية القاضي اكتشف بانه الجريمة يلي صارت كلها على بعضها ما كانت بذنبه لجيمس، لانه هو ما كان موجود على ارض الواقع، هو كان عايش بخياله، بدليل انه هو شم المادة الصمغية ومن هذا الكلام طبعا بالاضافة للفصام اللي صاير معاه. وبالنهاية حكموا عليه بانه هذا الشخص غير مذنب ل3 جرائم اللي سواها، مع انه يا جماعة هو قال انه انا كنت مخطط لهي الجريمة من اسبوع. فكيف يعني ما بعرف انا انه كيف. اوكي خلينا نقول انه هو مصاب بهذا الفصام، ماشي، طيب هو خطط لهالجريمة، قعد اسبوع يخطط واشترى البندقية وخباها طبعا عن اهله. يعني هذا الشخص عم بيخطط، يعني تحسوه صاحي، يعني ما عنده فصام. المهم لانه خلص شافوه انه هو بريء وما له متهم باي قضية، حطوه بمستشفى الامراض العقلية. فبهذا الوقت هو كان عم بيتعالج، وطلع بسنة 1974. لما طلع من مستشفى الأمراض العقلية رجع على بيته، ما قدر يتحمل الكلام اللي كان عم بيسمعه من الناس بأنه هذا قتل أهله وما طلع كمان مذنب، ورجع هلأ بكل وقاحة على البيت، شلون هيك بتجرأ. المهم ما كان قادر يتحمل هذا الكلام أكثر من هيك. بعد سنتين يعني بسنة 76 انتقل على ولاية إلينوي. لما انتقل على ولاية إلينوي غير اسمه لجيمس ديفيد سانت جيمس، يعني كان بده يبلش حياة جديدة، مع انه اسمه الاول مثل ما هو جيمس، فحب انه يبلش من جديد. كمل دراسته بالثانوية، خلص، بعدين فات على الجامعة، خلص اموره، اخذ طبعا البكالوريوس، من بعد الماجستير، من بعد الدكتوراه بروفيسور، وخلص الموضوع معاه على انه صار دكتور بالجامعة وما حدا من الطلاب. عن جد موضوع بضحك، يعني بضحك وبيزعل بنفس الوقت. انه تخيلوا انتم فايتين على محاضرة ويطلع الدكتور مجرم وقتل اهله و3، يعني هو عمل مو بس جريمة يا جماعة، يعني هو ما تخلص من شخص واحد، هو تخلص من 3 بليلة واحدة. فقديش قلبك قوي، يعني حتى لو ما كنت صاحي. ما بعرف انتوا اكتبوا لي بالتعليقات رأيكم عن هالقضية، لانه محيرة وبتزعل وبتضحك بنفس الوقت للناس اللي ما بيعرفوا شو يلي عم بيصير مع هذا الدكتور اللي قدامهم. يعني تخيلوا اني انا شفت فيديو لواحد من طلابه لجيمس. هلا هذا الشخص شو قال بانه انا اتقابلت مع جيمس بمحاضرتي الاولى بالسنة الاولى بالجامعة. هذا الطالب فات على الجامعة بسنة 2020، ومثل ما بتعرفوا بهذا الوقت اجانا فيروس كورونا، فكنا عم نلبس ماسكات. فهذا الطالب كان يلبس الماسك، قال بانه انا الوحيد اللي كنت اتجرأ اني اقعد قدام هذا القاتل يلي عم بيعطينا المحاضرة، لانه خلص كل الناس عرفوا بانه هذا القاتل، لانه مثل ما قلت لكم بسنة 2013 الناس عرفوا بانه هذا الشخص قاتل. فالطلاب طبعا لما عرفوا انه هلا هن فايتين على محاضرة القاتل
كان في عندهم كتير أشياء عم تيجيهم بمخهم. هذا يلي يتردد يفوت على المحاضرة ولا ما يفوت، هذا اللي يعمل حاله غايب بس هو موجود بالجامعة، هذا يلي ما بده يقعد بالمقعد الأول بده يقعد بالمقعد الأخير. يعني أشياء كانت تصير رهيبة مع هذا الشخص ومحاضراته. وعلى كلام هذا الطالب اللي أنا حضرت له الفيديو، قال بأنه يعني هو شخص جدا لطيف جيمس، صحيح أنه هو مجرم بس لطيف يعني دمه خفيف، حتى أنه ستايله باللبس عنده ستايل خاص فيه بضله لابسه طول الوقت، يعني دائما مزبط دقنه هيك، شكله جدا لطيف. طبعا حاطت لكم أنا أكيد صورته هلأ. فقال إنه هو شخص لطيف، بس لما عرفنا إنه هو شو عامل بالزمانات صرنا ما عدنا نشوفه لطيف. يعني حتى في واحد من الناس من الطلاب اللي كانوا يحضروا محاضراته كان يقول لهم أبصر مين الضحية الجاي هلأ على الطريق. أي واحد فينا ضحية هلأ، يعني بس يشوف مثلا اتخانق مع طالب اللي شكلك أنت الضحية هلأ اللي جاي على الطريق. فمن باب الدعابة كانت كمان تصير هاي القصة. بس كان كلامه يعني جدا صراحة يعني مو تأثرت، بس يعني كان معه حق هذا الطالب إنه كيف تكون تفوتوا على محاضرة واللي عم بيعطيكم إياها قاتل؟ لا، وهو ما عم بيعطيكم تخصص مثلا كيف ديلكم، يعني هو ما له متخصص بمادة المشكلة هو ما له متخصص بمادة بعيدة عن الجريمة اللي هو سواها، هو متخصص بعلم نفس. فيعني أنت عملت شيء كان له علاقة بعلم النفس، كمان جاي يدرسنا، يعني ما بعرف، عن جد شيء جدا بضحك. حتى على كلام هذا الطالب إنه بمرة من المرات كان يتطلع عليه لجيمس وهو عم بيعطي المحاضرة، يحس بنظراته كأنه هي النظرات يلي ما فيها أي مشاعر، وكأنه طبعا لأنه هذا الطالب كمان عم بيدرس علم نفس، فقال بأنه أحيانا بتطلع على عيونه بحس عيونه ما فيها أي مشاعر، مع أنه هو إنسان لطيف وكوميدي، أحيانا بيعمل هيك أفيهات بيضحك معانا بنص المحاضرة، بس ما حدا فينا قدر ينسى بأنه هذا بيوم من الأيام كان قاتل. وبهيك تكون خلصت قضيتنا لليوم، اللي أنا صراحة حسيتها جدا قضية ممتعة لأنه أول مرة بحس بأنه طب يا فطوم، إذا أنتي مثلا بيوم من الأيام قعدتي على طاولة مع شخص سواء كان رجال أو بنت وقعدتي تحكي معه وتحكي معاهم بطريقة عادية، مثلا كانوا جيرانك، كانوا يعني مو أقاربك أكيد، جيرانك، ناس تعرفتي عليهم، واكتشفتي بعدين بأنه هذا طلع قاتل، ومو حيلا قاتل إلا قاتل أبوه وأمه وأخته وبليلة واحدة، وكان مخطط له من أسبوع، وبيجي آخر شيء القاضي بيقول لي والله كان مجنون يا فطوم. هل بترجعي بتحكي معه؟ ما بعرف، يعني كان ما عندي جواب والله العظيم. هلا لو تسألوني إنه يا فطوم لو طلعت جارتك أو جارك قاتل وعرفتي بعدين بالزمانات إنه هو كان قاتل، هل بترجعي بتحكي معه بطريقة اللي أنت كنت تحكي معه فيها من قبل؟ مع إنه ما بعرف، كمان أنتوا عطوني رأيكم، هل أنتوا شايفين بإنه هذا الإنسان هلأ لازم يدرس بالجامعة؟ يعني أوكي هو كان مجنون، خلينا نمشي على كلامهم، دايما سبحان الله المجرمين مجانين، هو أنا بشوف المجانين بس في أشياء بيعملوها والله إحنا المجانين عندهم عقل يا لطيف. بس إنه بتطلعوا هيك، طيب هذا خرج إنه ينحط بهذا المستوى، يدرس بالجامعة، يدرس طلاب، يدرس أولادنا بناتنا، ما بعرف، عطوني رأيكم. فما بعرف، تركت لكم التعليقات إلكم، خلينا نشوف شو رأيكم انتو كمان، واكتبوا لي بالتعليقات هل صار معاكم هذا الموقف، يعني مثلا مرة من المرات صادفتوا واحد طلع قاتل، او مثلا اتهم بجريمة وفعلا طلع يعني هو مذنب او غير مذنب مثلا. اكتبوا لي بالتعليقات. ديروا بالكم على حالكم، اوكي؟ انا اعطيتكم انا اعطيتكم معلومات. شكرا كتير لكم يا جماعة، ودمتم سالمين.